معلومة مهمة لو انت جاي ألمانيا قريب أو لسه جديد في ألمانيا، الحجارة اللي زي دي لما بتفضى عندك ما بترميهاش في الزبالة أو بترميها في الشارع، بتجمعها وتحطها مثلا في كيس عندك أو أي حاجة لحد ما تجمع كمية معينة، وفي مكان بتترمي فيها البطاريات وهي بتبقى في جلوبوس باو ماركت. تعال اما اوريكم انا برميها فين. احنا وصلنا كده للمكان اهوت. هنا بتلاقي الاوتو باترين يعني بطاريات العربية. هنا بتلاقي اللوشتشتوف غوغن اللي هي انابيب الاضاءه اللي هي الفلورسنت اللي احنا بنقول عليها يعني. وعندك هنا الالت اول لو انت بتغير الزيت بتاع العربيه، بتجيب القديم هنا ما بترميهوش في المجاري ولا بترميه في اي حته. يعني انت لو تبص هنا كده بتجيب العلب القديمه او الجراكن القديمه تحط فيها الزيت وتيجي ترميها هنا. عندك كمان اللمبات، لو عندك اللمبات الموفرة اتحرقت بتيجي برضو ترميها هنا اللي هي انرجي شبا لامبن، فبتحطها هنا. عندك هنا الشاوم دوزن اللي هي العلب الاسبراي، تيجي ترميها هنا، ما تترميش في البيت. والبطاريات اللي هي زي اللي كانت معانا اللي هي زي دي كده، بتيجي ترميها هنا. وعندك البابية اللي هي الورق والبلاستيك. وعندك هنا الشتي غوبو اللي هي الفلين اللي هي اللي بتبقى مواد اللي بتتحط في الأجهزة والحاجات ديت.